السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الإخوان والأخوات تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله كيتعلق بواحد الموضوع ديال الملاعب. ملعب كيقولوا بعض الصحفيين وبعض الناس، الجمهور اللي شاف بأن واحد الملعب شفتوها كان الصورة ديالو كاع، بأنه طاح بسبب الرياح اللي ما كتجاوز قوتها 60 كيلومتر في الساعة وطيحت الملعب. ها هو الملعب اللي كانوا كيقولوا علينا حنا ما عرفناش، الصحفيين ديالهم كيقولوا لنا ودي راكم تتصوبوا الملاعب ديال شطوفو. دابا حنا يلا شفنا هاد الملاعب اللي كانوا كيقولوا ها هما صوبوهم، ها هما كيطيحوا. قال لك ودي راه طيحوا الريح، وكانوا كيهضروا على سيادهم المغاربه على الملاعب ديالهم اللي داروا كاس افريقيا وكطيح فيهم الشتاء مدة شهر ونص في المملكة كاملة. ما نقولوش غير ملعب واحد، 9 الملاعب اللي احتضنوا كاس افريقيا كطيح فيهم الشتاء شهر ونص. تا واحد المقابلة ما وقفات. شفنا حنا وقفات المقابلات وقفوا في امريكا اللي غتنظم كاس العالم بالشتاء، وقفوا في سميتو في قطر غير داك النهار. ما كملش الماتش بين السعودية وبين الامارات. مقابلة الترتيب ديال كاس العرب تلغات بسبب الامطار. حنا ما عندنا حتى مقابلة وقفت الحمد لله. وكيهضروا على المقارنة ديال الملاعب. لا مجال للمقارنة. نبداو سعة الملاعب، شحال فيهم ديال شحال كيهزو ديال الجمهور. ملعب مولاي عبد الله كيهز 70,000، ملعب طنجة كيهز 70,000، و4 ديال الملاعب في الجزائر يساوي ملعب مولاي عبد الله. 4 ما كيفوتوش 30,000 الواحد. وكانوا كيهضروا بزاف هاد الناس هادو، كنا ساكتين وهادي خليناهم يهضروا حتى جاو لكاس افريقيا. وجا كاس افريقيا وداو ما يعذبهم طول عمرهم. داكشي اللي شافوه هما والجمهور ديالهم والصحفيين ديالهم ديال الملاعب وديال الطرقات وديال الفنادق، رجعوا بحالهم، رجعوا في الجوا ديالهم كما كنقولوا. وهذا المشكل هو اللي عند الجزائر. علاش ما بغاتش تعطيها الاتحاد الافريقي كاس افريقيا اللي بغات تدفع فيها النص ديال الثروات ديالها باش تنظم النص؟ الى هاد موتسيبي بغى النص في الثروات ديال الجزائر يعطيوها له السنه باش ينظم كاس افريقيا. الاتحاد الافريقي كيطلب من هاد الناس هادو يكون عندهم 9 الملاعب هادو غير ديال الكرة، وخلي الملاعب ديال التدريب كل واحد يكون عنده الملعب ديالو خاص به. هادشي ما يقدروش يديروه. كانوا كيقولوا لك الملعب بحال مثلا اللي درنا لاعبين فيه هما ديال مولاي الحسن وديال مدينة وديال. قال لك هادو عندهم ملاعب القرب، ما عندهمش ملعب بحال هذاك ديال الملاعب ديال مولاي الحسن. والله ما كاين عندهم في الجزائر وانا كنعرف. والاتحاد الافريقي كيطلب منهم الا بغاو ينظموا كاس افريقيا يكون عندهم 8 الملاعب 9 الملاعب كما قلنا. ماشي مشكل في 9 الملاعب، يدبروا 9 الملاعب، ولكن مشكل كيقول لهم الربع هنايا يكونوا 8 الملاعب تكون فيهم فوق 40 الف، 45 ما كاينش، ما عندهمش. وهذا كيسلكوها، ولكن غيوصلوا النهايه خصهم 2 الملاعب السعه ديالهم توصل حتى 70,000. الا ما كاينوش هاد 2 ما غاديش يتعطى كاس افريقيا. دابا كيدوخوا الناس راه حنايا ما بغيناش نظموا كاس افريقيا، ما كدا حنا يخليوه لعندهم كاس افريقيا. شوف انا نحلف لكم بالله، قلت لكم الجزائر وهذا تحدي. الا بغات الاتحاد الافريقي هذا الاتحاد الافريقي هذه الا بغات تعطيهم كاس افريقيا نظموا يعطيو لها النص ديال الثروات ديال العالم، النص في البترول والغاز وفي الفوسفات في كل شيء يعطيو لهم النص، غير ينظموا هاد كاس افريقيا. هنا وقف اليوم كاس افريقيا هنا.
و... وقلنا كانوا كيتكلموا على الملاعب، اش من ملاعب قال لك، كانوا قالوا لك اش من ملاعب كتهضروا عليهم جداد؟ ياك الملاعب قدام فاش غيلعب كاس افريقيا راه شافوهم جداد ولا قدام؟ الا مشينا للساعه ديال الملاعب ما عندوش الملاعب ديال السبعينات. الا مشينا الماء باش تبناو دوك الملاعب وباش تفيناو وباش كذا، غير الكراسه ديالهم ما كانش عند الجزائر حتى في الادارات ديالهم، ما كانش، ما عندهمش حتى في الاداره بحال الكراسي اللي كاين الملاعب ديالنا الامير مولاي الحسن وديال طنجة. وعندنا واحد الموضوع اخر كيتعلق نيت بالملاعب، هذا واحد الخبر جديد عمركم سمعتوه واقيلا. هذا سيدي كيقولوا لك الفيران تنتفض في ملعب الكامب نو. البارح كانت واحد المقابله ديال دوري ابطال كما عرفتوا بين برشلونه وكوبنهاغن، وشفنا واحد الهجوم داروا الفيران في الملعب بعد واحد يومين ولا 3 ايام ديال الامطار. كان ملعب لا يرتلى، وكان الملعب يلاه تصلح زعما يلاه كان. وشتي الملعب كيفاش ولا بالماء وكيفاش، والله ما كانش شتا لا البارح، كون كان شتا راه ما كنتش نكمل داك الماتش. وكانوا دوك الفيران اسيدي يهجموا، وهذوك اللي قابلوا الملعب كيجريو المهم خلعوا سميتو الجمهور. ولو كان هاد عاوتاني هاد المقابله هادي شي حكم افريقي لا صفر نهائيه قبل اوان، حيت كلشي تخلع. وهذا الملعب هذا احد ملاعب الذي ستقام فيه مقابلات كأس العالم 2030 ان شاء الله، اللي غادي تكون بين المغرب واسبانيا والبرتغال. هذا واحد الملعب. وفهاد الموضوع هذا واحد 4 ايام هادي ولا 5 ايام خرج لنا الرئيس ديال الاتحاديه الاسبانيه، الاتحاد الاسباني كرة القدم، قال لك اودي النهائي سيقام في اسبانيا. و اعلن مازال ما كاينش هادشي هذا، ما دارتو الاتحاد، لا الاتحاد الدولي لا الفيفا لا والو لا الاتحاد الاوروبي لا حتى واحد ما ناقش هذا الموضوع. مازال ما كاينش هادشي هذا الفيفا ما قالش كلها غنظم مقابلات النهايه. وهو ناض قال لك اودي كذا كذا كذا، وهو دار شويه ديال الخشونه مع الجيران ديالنا وكذا. قال لك اسيدي شي وحدين اخرين نوضوا يحيدوا لهم كاس العالم المغرب كذا كذا كذا. وبانوا هاد الفيران هادو. هل الاتحاد الدولي ستختار المغرب لمقابلة الفينال أم إسبانيا بعد فضيحة الفيران؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكنشكركم إخوان الأخوات، شجعونا باش نجيبوا الجديد إن شاء الله. والسلام عليكم.